اقول تعال يا الوليد بن طلال، ليش انت ما تدعم الاتحاد ولا النصر؟ هذه انا اعتقد انها قرارات يعني انا ما افهمها، لكن انا اشوف اشكالياتكم. انا وجهة نظري، وهذا الكلام يجب على الاعلام، على الجماهير وبعض الاعلام انه يستوعبه. اشكاليات النصر والاتحاد يفترض انها يتم مواجهتها بالادارتين في الناديين، وليس تحطون حرتكم في الهلال. الهلال اذا صار وضعه ممتاز واداره ذكيه واداره مرتبه نفسها شيء صح، واستثمار وشركات قويه جدا تجي ترعى في النادي، وانت ناديك لا عندك شركات ولا عندك شيء رغم ان عندك نجوم وعندك كل حاجه، فهذه مشكلتك انت، مشكله الاتحاد ومشكله النصر، وليس مشكله طيب. مشكله الهلال. الهلال ناجح، الهلال ماشي 100%. يعني عنده عاشق يدعمه، وعنده شركات قويه جدا. بين كل فتره نشوف شركات قاعده تدعم نادي الهلال. طب لكن هذا الشيء ما نشوفه في نادي الاتحاد، ما نشوفه في نادي النصر. اذا هنا اجي اقول تعال يا الوليد بن طلال، ليش انت ما تدعم الاتحاد ولا النصر؟ واضح. ولا لحظه بس دقيقه إيه؟ ولا ليش انت يا اداره نادي الهلال ليش انتم تتعاقدون وإحنا ما نتعاقد؟ ايش دخلني فيكم؟ هذا شغلكم انتم، شغل اداراتكم مع الاحترام والتقدير. اللجنه التنفيذيه في نادي الاتحاد واللجنه التنفيذيه في نادي النصر يجب، انا اقول هذه للاداره العليا عند الملاك. هذين الناديين يحتاجان الى اعاده هيكله اداريه عشان ما يقعدون اخطائهم يعلقونها على الهلال ولا على انديه ثانيه.